كم مرة قلت من بكرة هتتغير، وكم مرة كذبت على نفسك بنفس الجملة. قبل ما نكمل الخطة اللي هتخليك تتغير، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لما تحس بالخوف من التغيير، اعرف إن ده الوقت الحقيقي اللي لازم تتحرك فيه، لأنك لو ما تحركتش دلوقتي هتعيش باقي عمرك واقف في نفس المكان. لكن ليه كل ما تبدأ حماسياً ترجع تاني لنقطة الصفر؟ ليه كل المحاولات تنتهي قبل ما تبدأ؟ السبب بسيط يا صديقي، انت بتحاول تتغير من غير ما تفهم انت بتحارب ايه جواك. العقل مش بيحب التغيير السريع، هو بيحب الأمان، الروتين، المألوف. أي خطوة خارجة عن العادة بيعتبرها خطر، حتى لو كانت في مصلحتك. التغيير الحقيقي مش في كتابة خطة أو تحديد هدف. التغيير الحقيقي بيبدأ لما تعيد تعريف نفسك. لو شايف نفسك كسول، ضعيف الإرادة، أو مش قادر تتغير، كل سلوكك هيخدم الصورة دي حتى من غير ما تحس. المشكلة مش إنك مش عارف تعمل الشيء، المشكلة إنك مش شايف نفسك الشخص اللي يقدر يعمله. لو عايز تبقى شخص رياضي، ابدأ تشوف نفسك كإنسان بيهتم بصحته حتى لو لسه ما بدأتش. التغيير مش قفزة مفاجئة، هو خطوات بسيطة كل يوم بتغير فيك شيء صغير. اقرأ صفحة، امشي 10 دقايق، صحي نفسك بدري شوية. الأفعال البسيطة دي مع الوقت بتبني عادات، والعادات بتبني هوية جديدة. ما تستعجلش النتيجة، التغيير محتاج صبر وثبات، وكل لحظة مقاومة معناها إنك ماشي صح. لو مش قادر تجري امشي، ولو مش قادر تمشي فكر. بس إياك ترجع، ابدأ النهاردة مش بكرة. مفيش وقت مثالي للتغيير، الوقت الوحيد اللي تملكه هو الآن. ولو الرسالة دي لمستك، شاركها مع اللي محتاج يسمعها، وتذكر كل تغيير يبدأ من جواك، خطوة بخطوة، يوم بعد يوم.